الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. هذا الفيديو من حيث المبدأ له خصوصية، لكن الأفكار اللي أحاول أن أرد عليها ذات طابع عام. هم السوريين جميعا، كردا وعربا، وفي إطار المحاججة ومناقشة الأفكار والردود بالأسانيد. يعني تتبين مستويات الحجج والبراهين على أي أرضية صلبة، أرضية مهنية علمية تستند. وفق ذلك يتبين الموقف. يعني شخصيا أنا ما بدخل بنقاش إلا بكون يعني متمكن منه إلى الحد المقبول. يعني مشان ما أحط حالي في مواقف محرجة أو مآزق محرجة. يعني لكل واحد طبيعته في تناول المسائل. يعني لا ألقي الفكرة هكذا دون أن أكون يعني متبين منها إلى حد ما. مناسبة هذا الكلام ردود الأفعال عن البيان اللي صدر عن أكثر من 70 كاتب وكاتبة، أديب وأديبة من الكرد السوريين. طبعا هذا البيان تعرض لهجوم شرس من أنصار قسد ومن مناهضي قسد. يعني ليكون في معلوم الجميع، يعني أنصار قسد الجماعة الأوجلانية اللي ما زالت يعني تنازع وتستميت في الدفاع عن حزب العمال الكردستاني وعن تدافع عن قسد بصورتها الحالية، ولاءها وطاعتها العمياء. أنا أقصد قوات سوريا الديمقراطية لحزب العمال الكردستاني، والجانب الآخر والضفة الأخرى اللي يعني يطرحون على أن يعني يقدمون ويصدرون أنفسهم على أنهم مناهضين لقسد، لكن بالأصل عندما يعني بالنقاش وفرز الحجج ومناقشة الحجج والتفاصيل ويعني تحليل مستويات الخطاب، يتبين أن الموضوع لا أبعد من قسد. يعني موضوع يعني هنالك موقف واضح وصريح مهما بلغت درجات التقية والتورية ويعني في هذا الخصوص، لكن بالمحصلة يتبين الأمر. البيان هو نتيجة الهجمة الشرسة عليه من الجانبين، من أنصار قسد ومن خصوم أو أعداء قسد. يعني إحدى مؤشرات هذا الائتلاف، هذا الاتفاق على مناهضة هذا البيان، وكأنه يعني إذا هذلون الطرفين أو الجهتين المتحاربتين تتفقان على مناهضة هذا البيان، هذا يعني ويؤكد لي على الصعيد الشخصي أنه هذا البيان كان ضروري يصدر، وكان في الاتجاه الصحيح. بالمحصلة يعني في هذا الفيديو سأحاول أن نناقش يعني الرد على مغالطات الأستاذ مهند القاطع أو القاطع. هو نشر شتائم محمد صالح حويد على صفحته، وهو يعني ينبغي أن يوضح. يعني يا أما هو مع هذه الشتائم والإهانات اللي تصف يعني وتهين وتشتم يعني اللي وقعوا على هذا البيان والأكراد بالجملة، يعني قاسد على أحزاب، على كتاب وأدباء. وإذا كان هو يعني يكون لمجموعة من وأغلب اللي وقعوا على هذا البيان ربما هم أصدقاء على صفحة مهند القاطع، وكان ينبغي أن يرفض أخلاقيا وأدبيا هذه الشتائم التي طاولتنا من صديقه. يعني
محمد صالح عويد. مش مشكل يعني، هو يرى هذا المقام مناسبا له ويدافع، وسأتحدث عن دفاعه وتبريره لنشر شتائم محمد صالح العويد. لكن الآن سأناقش قدر استطاعتي ما تفضل به الأخ مهند القاطع، ونشره على صفحته تحت عنوان الرأي والرأي الآخر وحديث عن الفيدرالية. أهلا وسهلا. يعني لما بيكون الشخص الذي يناقشني محترم وأفندي وراكز وحطه على راسي، وأحرص أنه ما يتزحلق لأنه أنا أصلع، يعني مش مشكلة، أنا راح اتقبله على قاعدة الاختلاف والاحترام. بس لما بيكون يعني شتام و... وإناؤه ينضح بالعنصرية والفاشية، لا هذا موضوع آخر، هي مسألة أخرى يعني. وذكرت أنا في فيديو سابق طريقة تعاملي مع هيك نماذج. سأبقى في نص الأستاذ مهند القاطع، وأحاول أن يعني أعلق. يعني لا يوجد أي مبرر يجعلني وافق على منع أي شخص أو مجموعة أشخاص في سوريا مهما كان حجمها من طرح أي رأي أو مطلب سياسي يعبر عن رغباتهم وآرائهم، حتى لو كان انفصال بين قوسين وليس فقط فيدرالية. بالنهاية الفيدرالية صيغة حكم ناجعة في كثير من البلدان، وفيها توزيع لصلاحيات، وقد عرفتها البلدان الإسلامية منذ العهد الأموي والعباسي. ممتاز، يعني هذا موقف متقدم، شيء إيجابي مرن، يمكن يعني مدخل جيد للدخول في نقاش. طبعا أنا عندما حاججت الذين يرفضون الفيدرالية، أنا ذكرت الخلفيات التاريخية للنظام الفيدرالي في التاريخ الإسلامي. أنا ذكرت ذلك يعني في الحقبة الخلافة الراشدة، في الخلافة الأموية، في الخلافة العباسية، في العهد العثماني، في كل يعني المراحل التاريخية. ذكرت أنه طبيعة وجود النظام الفيدرالي من دون أن يكون اسمه نظام فيدرالي، يعني بمعزل عن التسمية، السلوك موجود يعني والتسمية غير موجودة. يعني ما كان اسمها الدولة الأموية الفيدرالية أو الدولة العباسية الفيدرالية أو الخلافة الراشدة أو الدولة الراشدة الفيدرالية، لكن السلوك كان سلوك فيدرالي. كان هنالك فيدراليين من دون ونظام فيدرالي من دون وجود هذه التسمية المتعارف عليها حاليا. فيعني الحمد لله هو أيضا يؤكد على هذا الموضوع أنه فكرتي التي طرحتها وصلت. ويزيد ويقول: لكن لا يوجد بالمقابل أي مبرر أخلاقي أيضا يدفع أي جماعة تريد التعبير عن رأيها مصادرة حق الأكثرية بالتعبير عن رأيها. لا طبعا، أنا لا أصادر رأيك، حتى رأي محمد صالح عويد لا أصادره. اللي بيشتمنا بيوصفنا بالقنادر والبويجية، وأنا لا أصادر. كل إناء بما به ينضح، أنا لا أصادر، لكن أنا أعرض أنه في هيك شيء. يعني رأيك خاطئ يقبل الصواب، ورأي خاطئ يقبل رأي صائب يقبل الخطأ بالمحاججة بأعراف وأصول إدارة الحوار والمحاججة تتبين الأمور والأشياء. يعني أينا على حق أينا على باطل، المنطق والحكمة وتقليب الأمر على أوجهه يتبين. إذا أنا رأيي خاطئ يقبل الصواب بما لدي من حجج خاطئ بالنسبة لك، ورأيك صائب بالنسبة لك يقبل الخطأ بما أبرزه من أسانيد تفند ما أنت
عليه، وأنا الآن بهذا الصدد يا أستاذ مهند. طبعا آه، لا يوجد بالمقابل أي مبرر أخلاقي أيضا يدفع أي جماعة تريد التعبير عن رأيها رأيها مصادرة حق الأكثرية. آه، يعني أحيانا الناس هيك بتتحسس من مسألة أنه الأكراد أقلية وبيحكوا، وهن أكثر الناس بيحكوا على الأكثرية ونحن الأكثرية. يا عيني، مش أنا اللي بشوف حالي أقلية، أنت. يعني الإكثار وغزارة الكلام عن الأكثرية ونحن ونحن وأكثرية وكذا، فأنت اللي تصفني بالأقلية، لكن أنا أقلية إن كنت على حق. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. يعني إن كنت على حق فأنا الأكثرية. صاحب الحق سلطان، إن شاء كان إن شاء الله كان يعني 5 أو 10 يعني. والأكثريات أظهرت يعني النظام السوري كمان كان بيقول أنا شرعي، وبصناديق الاقتراع هتلر وصل للسلطة بصناديق الاقتراع، مش لم ينقلب. يعني مسألة الأكثرية هي أو الأقلية، أنا لا أتحدث عن الكرد بوصفهم أقلية، أنا دائما أقول شعب. أنت كلامك عن الأكثرية والأكثرية مش مشكلة يعني. آه، شو بيقول الأكثرية بالتعبير عن رأيها أيضا، وتدفع باتجاه اتهامها أو وضعها وضع آرائها المخالفة في خانة الإرهاب أو الشوفينية أو البعثية أو العنصرية أو اضطهاد الأقلية. شوف، رأي الأكثرية من مساوئ الديمقراطية أحيانا أنه إذا استولت فئة ما، أفسحت المجال لفئة ما لتنميط وتدجين المجتمع وخلق أكثرية قسرية في المجتمع، هذا ممكن أن هذا كمان من مساوئ الديمقراطية، أنه أحيانا يمكن أن تفضي إلى هيك نماذج من الحكم والسلطة والتسلط يعني. لكن هل نرفض الديمقراطية؟ لا. فأنا على الصعيد الشخصي لم أصف رأي الأكثرية. طبعا هذا الرأي الذي يقال وينسب قسرا وتعسفا على أنه أكثرية، ما صار في شيء يعني إحصاءات أو استفتاءات في هذا الخصوص. يعني مثلا الأكراد طالعوا بيان وقع عليه 170 كاتب ومثقف يعني، وكان بإمكانهم إذا الموضوع يعني وصل للتحشيد يعني يفتحوا المجال للتوقيع، وبيصير يعني ربما يصل إلى المئات أو الآلاف من مسألة التوقيع. لا، محصور في طبقة معينة، مجموعة معينة. هذا يمكن أن تستند عليه يعني وتقول أنه المزاج العام الكردي بهذا الاتجاه. بس أنت تجيب لي بيان يوقع عليه 200 300 شخص من أبناء منطقة الحسكة، أو يعني لنقل ضعف هذا أو 3 أضعاف هذا الرقم، 170 هون. أنت تجيب لي بيان وقع عليه 300 400 شخص، كاتب وكاتبة، أديب وأديبة من أبناء محافظة الحسكة. وقت ذاك سأقول أنه بالفعل هذا هو مزاج العام للأكثرية. أما أنه أنت ومحمد صالح عويد ومحمد مطرود أو آخرين يعني، أو 3 أو 4 أو إبراهيم جميل، يعني 5 6 10 20 30 50 شخص، لنفترض مثلا بيان صدر من 50 شخص من الكتاب والأدباء من أبناء محافظة الحسكة يعارض هذا البيان. وقت ذاك أنه فينا نحكي عن كتلتين وازنتين من المثقفين والأدباء الكرد. واضح كلامي؟ يعني طبعا أنت لما عم تحكي عن الأكثرية ينبغي أن تستند على شيء، أنه أنت بالفعل تمثل أكثرية من الكتاب والمثقفين العرب والأدباء العرب من أبناء محافظة الحسكة لحتى يعارض هذا الرأي. وقت ذاك أنا لا، مين راح يتهم هيك بيان مثلا أنه والله إرهاب وفاشية وعنصرية؟ ولا
طبعا الخطابات واضحة يا أستاذ مهند. الخطاب العنصري الصريح الجهور والمتوالي واضح، يعني أنت عم تحكي مع واحد له علاقة جيدة ووطيدة باللغة العربية، وأغلب اللي وقعوا على البيان المذكور لديهم علاقة وشيجة ووطيدة بالأدب وباللغة العربية، وبل هم ينتجون ال الأدب المكتوب باللغة العربية شعرا ونثرا ورواية وما قال. فأنت عم تحكي مع ناس مش يعني في لسانهم عجمة، يعني أو مستويات آه، تعاملهم مع اللغة العربية مستوى ركيك وهش. قولا واحدا، أنا على الصعيد الشخصي لا أتهم الذي يختلف معي بالإرهاب والفاشية والعنصرية إذا لم ألمح في لغته في خطابه ما يؤكد ذلك. وما تفضل به عويد اللي أنت نشرت كلامه، ربما أنت لا تستطيع يعني حفاظا على مقامك والصورة التي تصدرها للناس أن تخاطبني وتخاطب الموقعين على البيان سالف الذكر بنفس مستوى خطاب صالح العويد. لكن أنت نشرته، والنشر فيه شكل من أشكال التبني، يعني التبني الواضح والصريح، هذا موضوع آخر. إذا الفكرة هنا وصلت أنه مش كل واحد يختلف معي أو يحاججني بالمنطق والحجة والبينة يعني الكلام المحترم أن أصفه بهيك أوصاف، لكن الذي يحاججني طبعا بقاموس يعني واضح الانتماء، هذا يلزم له توصيف. والفاشية والعنصرية هي توصيفات سياسية، يعني مش شتائم في شخص الشخص. يعني أنا ما لم أصف شخصا مثلا بالشرموطة أو القواد أو تكة السروال والقصص اللي قالها عويد اللي أنت تبنيت هذا الكلام. لا، هذه الكلمات أو الشوفينية والفاشية والعنصرية وكذا هي واضطهاد الأقليات، هي توصيفات سياسية، هي أحكام قيمة ذات خلفيات سياسية وأخلاقية وقانونية. على سبيل المثال يستمر الأخ مهند القاطع في كلامه: موضوع الفيدرالية ذاته كصيغة يخترقها جزء من شعبنا الكرد مثلا. في البعض من العرب كمان بيطرحوا هذا الموضوع، مش بس الكرد يا أخي. أعتقد أنه الصديق العزيز الكاتب العربي الأصيل غسان المفلح هو كمان كان يعني كنوع من الجانب الدعم والتشريفي، هو أيضا وقع على البيان. الكرد مثلا كصيغة مناسبة على سبيل المثال في موضوع الفيدرالية ذاته كصيغة يقترحها جزء من شعبنا الكرد كصيغة مناسبة من جهة من وجهة نظرهم في سوريا لضمان حقوقهم، مستشهدين بذلك بنماذج أوروبية تطبق الفيدرالية: بلجيكا، ألمانيا، ونماذج كثيرة، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، يعني نماذج كثيرة محترمة يعني. والآن في السياق راح آتي على نماذج أخرى، يعني ما تزعل. نجد هو نجد إن من يتبنى هذا الطرح كمطلب يعيد لهم حقوقهم التي سلبها النظام البائد. آه، نعم، لكن يتناسى هؤلاء المغالطات والتحديات أيضا التي تفند مشروعية هذا الطرح من أساسه في سوريا، والتي سألخصها بأربعة نقاط. الآن سنرى كيف يفند الأستاذ مهند القاطع مشروعية هذا الطرح في سوريا.
واحد، وجود نماذج لدول تحترم حقوق مواطنيها وتطبق الفيدرالية لا ينفي كذلك وجود نماذج لدول تحترم حقوق مواطنيها وتعتمد المركزية. كلام جميل، كلام معقول، كلام مفيد، ويستشهد ويأتي بفرنسا، السويد، النرويج، نيوزيلندا، إسبانيا، هولندا، اليونان، أوكرانيا، أيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، جنوب إفريقيا، وكلها لديها بالمناسبة أقليات قومية ودينية. وهو يذكر أن هذه البلدان هي بلدان ذات نظام مركزي. أنت متأكد؟ أنت واثق من كلامك؟ جلاء جواب نهائي أستاذ مهند بوصفك باحث، بوصفك كاتب، بوصفك يعني عندما تعرض الحجة تكون مالئ يديك منها. أهلا وسهلا. فرنسا، هنالك يعني أعداد كثيرة من البلدان العالم، بلدان ذات نظام فيدرالي ضمن الدستور وفيدرالي بحكم الواقع، يعني شيء بيشبه نظم الحكم والإدارة في الحقبة العثمانية، الحقبة التاريخ الإسلامي، يعني نظام حكم وإدارة ذو آليات أو صبغة فيدرالية بدون أن يكون هنالك تسمية فيدرالية. يعني في دول فيدرالية واضحة في دساتيرها وفي قوانينها، ودول فيدرالية بحكم شكل الحكم، نظام الحكم والإدارة، وهي قولا واحدا ليست يعني دول مركزية بالمعنى اللي تفضل به الأستاذ الكاتب والباحث مهند القاطع. أولا، فرنسا هو بلد فيدرالي بحكم الواقع، تتألف فرنسا من 18 منطقة، 13 منها ضمن حدود فرنسا، وخمس مناطق أخرى يعني تسمى، هي تابعة لفرنسا، تابعة لفرنسا وتسمى بمناطق ما وراء البحار. الشكل العام، النظام العام اللي ينظم العلاقة ما بين هذه المناطق، فرنسا والمناطق التابعة لها، لتتمتع باستقلال ذاتي أو حكم ذاتي، مثل كاليدونيا وبولينيزيا. هذا الشكل هو شكل فيدرالي بحكم الواقع. يعني فرنسا ليست دولة مركزية بالتصور اللي حضرتك تقدمه يا أستاذ مهند. مش مشكل، مش مشكل، مش مشكل، أنا معك. أعطني نظاما مثل النظام الفرنسي وأنا سأتخلى عن كرديتي. لا لك، مش سأتخلى عن النظام الفيدرالي، لا. أعطيني دولة محترمة مثل دولة فرنسا، دولة قانون ومؤسسات وقضاء، وأنا مستعد لأن أتنازل لك مش بس عن الفيدرالية، لا لا، أنا سأتنازل عن كرديتي، بس أنت اعطيني دولة مثل، مش سأتنازل يعني عن الفيدرالية وعن الحكم الذاتي، لا، أنا مستعد. هو شانغ أوسي اللي أنت بتعرفه، بس اعطيني نظام مثل النظام الفرنسي، انا ساتنازل عن كرديتي لصالح هذا النظام الفرنسي اللي انت بدك تساويه في سوريا المستقبل. اعطيني دستور مثل الدستور الفرنسي، اهلا وسهلا. مو دستور، يعني المرحله الانتقاليه الان شوي شوي نسبه المخاوف صارت ترتفع، يعني اللي بيروح بيبحبش عن زنوبيا وبيغير بمناهج التربيه والتعليم اللي ساوته جبهه النصره في مناهج التربيه والتعليم في دمشق. يا كنا عم ننتقد على قسد وأدلجت قسد لمناهج التربية والتعليم، صرنا نترحم على قسد لما بنشوف مناهج التربية والتعليم في على زمن جبهة النصرة. واضح كلامي؟ واضح كلامي. أعتقد أنه أنا يعني ما في شيء. المهم، فرنسا. وشو نجي على إيطاليا، بيأتي بيعطينا
مثال إيطاليا كدولة مركزية، إنه يا أخي في نموذج إنه هاي الدول المركزية تحترم حقوق مواطنيها، وهي دول مش فيدرالية. أنت متأكد من كلامك يا أستاذ مهند بوصفك كاتبا وباحثا؟ طبعا كلامك مش صحيح. إيطاليا كمان مش دولة مركزية وفق التصور اللي أنت بتعطيه. هنالك مناطق حكم ذاتي في إيطاليا، أي على مستوى مناطق الحكم داخل الجمهورية الإيطالية، ومناطق جمهورية فيها مناطق حكم ذاتي. هذا لا يعني هذا يؤكد أنه هي ليست ذات نظام مركزي مثل اللي حضرتك بتطرحه لسوريا المستقبل. مثلا منطقة آه، تريول أو آه، بولزانو شمال إيطاليا، مساحتها 7399 كيلو متر مربع، وعدد سكانها 485 ألف، يعني نصف مليون. هي منطقة حكم ذاتي في شمال إيطاليا. في منطقة تيرينتو كمان مساحتها 6000، أصغر من حيث المساحة الجغرافية، أصغر 6207 كيلومتر، والسكان آه، أعلى من أكبر من المنطقة الثانية 500 وأربعة آلاف، يعني نصف مليون كمان، اللي مش مشكلة، نصف مليون يعني. فالمساحة أصغر والسكان أكبر. اثنين المنطقتين في شمال إيطاليا. في كمان وادي أوستا أو وادي أوغست شمال غرب إيطاليا. مساحة هذه المنطقة اللي بتتمتع بشيء من الحكم الذاتي 3000 كيلومتر مربع. 3000 كيلومتر مربع، ويعني وعدد السكان 122 ألف. هي جبت لك ثلاث مناطق في إيطاليا اللي أنت بتشوفها دولة مركزية، هي مناطق حكم ذاتي. هذا يعني بلا ما نحكي عن صقلية وسردينيا كمان اللي لهم وضعية خاصة داخل الجمهورية الإيطالية. لو هؤلاء هذه المناطق مؤمنة وواثقة، ويعني لا تخلت عن الحكم الذاتي لصالح الدولة المركزية، وسوتها دولة مركزية على مقاس وفهم وتصور مهند القاطع للدولة المركزية. لا، في مناطق حكم ذاتي في إيطاليا، وهذا يعني أنه هي مش الدولة المركزية اللي أنت بتطرحها. طب مع ذلك مش مشكل أستاذ مهند يجيب لي دولة مثل إيطاليا، نظام سياسي برلماني علماني مدني مثل النظام الفرنسي والإيطالي، أهلا وسهلا، تكرم عيونك والله. لا أنا على الصعيد الشخصي بدي يعني أتنازل عن كرديتي لصالح هيك دولة محترمة. يا ريت سوريا يعني تصل إلى مستوى اللي حاليا إيطاليا موجودة فيه كدولة صناعية، ودولة دولة فن وحضارة وكل ما هو معروف عن إيطاليا. أنت جيب لي هيك نموذج في سوريا، وتعال طالبني أنه شك أنت في يوم من الأيام قلت ستتنازل عن كردية. صدقا هيك دول محترمة تستوعب وتستقبل اللاجئين وكذا، وفيها مساوئ، فيها مشاكل، فيها برلسكوني، فيها مافيات، هذا واضح يعني معروف يعني. لكن فهمك لإيطاليا على أنها دولة مركزية فهم مغلوط، فهم خاطئ. أنت تصدر لمتابعيك معلومات مغلوطة ومشوهة يا أستاذ، لكي تعزز موقفك الرافض والعدائي. يعني من يستند على أخطاء لكي يعزز موقفه؟ اللي موقفه ضعيف يحاول أن يقدم حتى على مستوى المعلومة معلومة مغلوطة. يعني إيطاليا هي
هي مش دولة مركزية. ما بقول إنه هي دولة فيدرالية، لكن مش دولة مركزية وفق التصور اللي أنت بتطرحه، بدليل مناطق الحكم الذاتي الموجودة داخل إيطاليا. إسبانيا، أنت بتطرح إسبانيا يا أستاذ على أنه هي دولة مركزية، هي أيضا تقاس على أنها دولة فيدرالية بالأمر الواقع. ما في شيء في الدستور أنه تعريف الدولة أنه هي دولة فيدرالية، لكن إسبانيا وحدها فيها 17 منطقة حكم ذاتي، وبإمكانك العودة والمشاهدين كلهم يعودوا إلى الروابط اللي أنا سأذكرها تحت هذا الفيديو، لأنه أنا لما عم بحكي ما عم بحكي هيك بشكل اعطبائي وخبط عشواء. إسبانيا اللي أنت بتطرحها دولة مركزية فيها 17 منطقة حكم ذاتي. خيي، ما ممنوح لكتالونيا. أنت في سوريا الدولة المركزية تبعيتك المنشودة العتيدة التي تطمح إليها وتحاول أن تبنيها الآن، أعطي للكرد ما للكتلان، وأنا سأتنازل عن كرديتي لصالحك، لصالح الدولة المركزية تبعيتك، إذا أنت أعطيتني النموذج مثل النموذج الإسباني. ماشي كلامي واضح؟ تاني مرة إذا بدك تصدر معلومات مغلوطة عن إسبانيا، الناس رح تيجي تحاسبك على شغلتين: على الشغل المعلومات المضبوطة، وسيعيدون النظر في أهليتك كباحث ككاتب. سيعيدون النظر في أنه أنت كيف تعطينا أنه والله إسبانيا دولة مركزية وتحترم حقوق مواطنيها، وبعدين الناس بتكتشف أنه في إسبانيا 17 منطقة حكم ذاتي. طيب هذا معقول؟ بيصير هيك يا أستاذ مهند؟ يعني أنا ما بحب أنه تحط نفسك بهيك مواقف، يعني مواقف يعني. شو كمان النرويج؟ تقدم النرويج أنت ضمن المناطق اللي قدمتها أنه النرويج كمان كدولة المركزية. شوف في النرويج كمان ممكن تصنيفها على أنه هي دولة، يعني مش المركزية اللي حضرتك تتصورها، هي مش دولة فيدرالية، لكن السلوك والأداء النرويجي في الحكم والإدارة، يعني البلديات والمقاطعات في النرويج تتمتع بالحكم الذاتي، وبإمكان الناس يرجعوا لشكل الحكم والإدارة في النرويج. والرابط راح تشوفوه أسفل الفيديو. نيوزيلندا يا صديقي العزيز، نيوزيلندا كمان بتعطيني نيوزيلندا على أنه هي دولة مركزية؟ نيوزيلندا دولة كمان فيدرالية بحكم الواقع مش بحكم التسمية، وتتبعها 4 دول ذات يعني تتبعها دول ذات حكم ذاتي: واحد جزر المحيط الهادي، جزر كوكويني، وكمان وإقليم نيوكولاو. هل المناطق هي، واعتقد منطقة أخرى كمان تتبع نيوزيلندا، ونيوزيلندا أصلا تتبع للتاج البريطاني على ما أعتقد يعني. فتأتي لي بنيوزيلندا كدولة مركزية وفق تصورك، وعلى أساس أنه أنت يعني تقيم الحجة علي، فالحجة ترتد عليك يا أستاذ مهند القاطع. يعني في دول أخرى كمان، يعني دول تحكمها نظم مركزية ونظم شمولية، لكن الأداء تبعها أداء فيدرالي. الاتحاد السوفيتي السابق، النظام الروسي الحالي الذي ورث الاتحاد السوفيتي السابق، أو يعني الاتحاد الروسي حاليا اسمه الاتحاد الروسي. الصين فيها 117 محافظة ذات حكم ذاتي اللي بيحكمها الحزب الشيوعي. الهند فيها 25 مقاطعة حكم ذاتي.
الهند، شو كمان شو بدك؟ هولندا، هولندا اللي عم تقول عنها انه هي دولة مركزية وتحترم حقوق مواطنيها، عد الى تاريخ هولندا ما تلقي هيك المعلومة هيك شرف. هولندا كمان هي من الدول الفيدرالية بحكم الواقع، مش بحكم التسمية يعني. مش ما يعني ما مش اسمها الاتحاد مثل الاتحاد السويسري يعني. لا، المملكة مملكة هولندا، ونظام ملكية دستورية، لكن هولندا تتألف هي كمان يعني من مناطق ذات استقلال ذاتي، يعني من ضمنها هولندا، كوراساوا وسان مارتين وأوروبا، آه، التي كل يعني هذه المناطق كانت تعرف بجزر الأنديل، وكانت هي مستعمرات هولندية. الآن هذه المستعمرات الهولندية تتمتع يعني بحكم ذاتي، تتبع للتاج الملكي الهولندي. يعني هولندا كمان مش دولة مركزية وفق التصور اللي حضرتك بتطرحه. يعني في كتير مسائل أنا ما حابب يعني أركز يعني وأزيد ضحدا وتفنيدا فيما تفضلت به رأفة بك يعني. صدقني يعني أنا مش ما عندي ال الإمعان فيما يتعلق بموضوع التخطئة اللي، وعندما يعني أسعى إلى محاججة شخص ما عندي النفس العدواني، لكن يعني إذا أسقط الإنسان نفسه في هذا الكم المهول في المغالطات، فمن واجبي يتحتم علي كون إن حضرتك ابن منطقتي أو سوري أو ابن الجزيرة أو كذا، ويعني نحن أصدقاء على الفيسبوك، أن آخذ بيدك يعني أنه يعني حرام عليك تحط نفسك في هذا الكم المهول من المغالطات على أساس أنه أنت عم تحكي عن المغالطات، فأي الحجج ترتد عليك. أنا ما حابب في مرات أخرى لاحقة يعني توقع نفسك في مواقف هيك. يعني موقفك أنت كباحث وكاتب يهمني أنه يكون موقف رصين ومتوازن ومتماسك وموضوعي، ونسبة الخطأ فيه قليلة جدا. يعني إذا لم يعني إذا ما أمكننا أن تكون معدومة، فعلى الأقل أضعف الإيمان أن تكون قليلة مش بهذا الكم. أستاذ مهند، اثنين، الفيدرالية هي صيغة طبعا، والكلام للأستاذ مهند، الفيدرالية هي صيغة لتوحيد المقسم. مين قال لك هذا الكلام؟ أنت من وين جايب هذا الكلام؟ إنه وهذا الكلام يكرر أنه الفيدرالية لتقسيم. لا، مش شرط، مش شرط، بدليل الدول الإسلامية، بدليل التاريخ الإسلامي. الموضوع ما كان مقسم. اجوا الدولة الإسلامية، المنطقة الشاسعة التي كانت تسيطر عليها، بحاجة إلى نظام يشبه النظام الفيدرالي ونظام الولاة، لأنه يعني الخليفة أو السلطان أو الملك ما كان في سلطات الموجودة في العاصمة في المركز، سواء في الكوفة أو في مكة أو في الشام أو في القاهرة أو في الأستانة. هاي العواصم يعني في الحقب الإسلامية ما كان هنالك يعني إمكانية للسيطرة أو لإدارة شؤون المملكة أو الدولة ككل. الموضوع ما كان إنه مقسم، لا، سعة المساحة الجغرافية ارتأت ضرورة نظام، يعني إيجاد نظام يشبه النظام الفيدرالي. على فكرة أستاذ مهند، في الحرب الأهلية الأمريكية، الفيدراليين كانوا محاربين من قبل الانفصاليين، يعني اللي ما كان بدهم يدخلوا ده ضمن الاتحاد الفيدرالي الأمريكي. فيعني بيحاربوا الفيدرالية، ولكن النصر كتب
الاتحاديين الفيدراليين. مقصدي أنه يفترض أنه حضرتك تكون فيدرالي واتحادي بالمعنى المتعارف عليه، وأنا أكون الانفصالي الكردي اللي مو حابب ينضم إلى اتحادك الفيدرالي. يعني هؤلاء الوطنيين السوريين ينبغي أن يكونوا أكثر دفاعا وإخلاصا وإصرارا على الفيدرالية بالمعنى المتعارف عليه، في مواجهة الانفصاليين القسديين الأكراد الملاحدة ما بعرف شو كذا كذا. فالمعادلة ينبغي أن تكون في وفق هذا السياق. وهي مسألة أنه سوريا دولة بسيطة واحدة، وطرح الفيدرالية من قبل أي أقلية سورية يعني افتراض تقسيمها. أنت ليش بدك تفترض التقسيم وما تفترض التوحيد؟ يعني أي فئة تريد الفيدرالية يعني تريد أن تتحد مع سوريا، تبقى ضمن سوريا وفق صيغة مختلفة عن السابق. أنت لماذا تشيطن مسألة وتضع هذا الأساس، وكأنه التاريخ السوري مليء بالتجارب التقسيم؟ كل من يطلب الفيدرالية هو يعني يبيت مشروع التقسيم. مش صحيح، لا سند لهذا الافتراض، لا سند. أنا بجيب لك براهين من التاريخ العربي ومن التاريخ السوري ومن التاريخ الإسلامي ومن التاريخ العالمي، وأنت عم تفترض بناء على لا شيء. يعني كل فئة أو أقلية سورية يعني افتراض الفيدرالية صيغة هي صيغة لتوحيد المقسم، طبعا مش صحيح. ونعم يعني في هيك شيء، لكن مش تعريف واحد جازم لا ثانية له. مش هيك بالضرورة. يعني توحيد المقسم وسوريا دولة بسيطة واحدة وطرح الفيدرالية من قبل أي أقلية سورية يعني افتراض التقسيم. شوف التهويل والشيطنة، وإعادة توحيدها تحت هذه الصيغة: افتراض التقسيم ثم إعادة التوحيد. مش صحيح، ما في سند، ما في تجربة لهذا الافتراض، خاصة إنها صيغة مطروحة على أساس عرقي أو طائفي وليس مناطقي. لا صديقي، أنا في الفيديو السابق ما قلت هيك. أنا قلت إنه الإقليم شرق الفرات والدير والرقة والحسكة، وانتم تكونون 99.99 و1.00.1 أكراد في هذا الإقليم، ولكم السيادة والريادة. أنا طرحت هذا الشيء. وين الجانب العرقي؟ وين الجانب ما بعرف شو؟ انت شفت تصور كردي يقول لك انه خلاص لا ال الفيدرالية تكون في قرية كربتيلي اللي تابعة للدرباسية و100% هي كردية، صار فيها ما فيها بيت عربي واحد؟ مش صحيح. انت شفت انه الأكراد مصرين ومتعنتين انه فقط عفرين تكون اقليم فيدرالي او منطقة ديرك او شو، انت ابن الجزيرة وبتعرف. يعني مش صحيح هذا الكلام. انت من وين جايب هذا الكلام؟ شو السند اللي انت بتستند عليه على اساس عرقي او طائفي؟ شو على اساس طائفي؟ السويدة انت السويدة كلها دروز؟ لا، دروز موجودين في منطقة ادلب كمان على حد علمي. الشيعة موجودين في ادلب كمان، العلويين موجودين في حلب كمان، موجودين في عفرين كمان، مش بس في مناطق الساحل. والسنة موجودين في مناطق الساحل. مش صحيح. انتم من وين عم تجيبوا العرقي والطائفي؟ يعني هذا الموضوع هيك هذا التصور عرقي وطائفي وليس مناطقي. يعني على اساس هي انا عم بطرح مناطقي: الشمال السوري، منطقة الساحل، منطقة الشرق، شرق الفرات، غرب الفرات. أي تقسيم يجعل من الدولة دولة مرنة
ويمنح يعني تكافؤ الفرص للأقاليم ولا عدم حصر الموضوع فيه. يعني هاي الأسانيد المتهافتة أنت ومن وين عم تجيبوها؟ على أساس عرقي أو طائفي وليس مناطقي، الذي تواجهه تحديات الجغرافيا والديموغرافيا في سوريا. أنت جربت شيء مرة؟ اعمل شيء مرة، جرب 15 سنة 20 سنة نظام فيدرالي في سوريا. إذا فشل هذا النظام، يعني هذا النظام نجح في الإمارات، وأنت تعرف شو الإمارات، رح يفشل في سوريا؟ مجنون يحكي وعاقل يسمع، مع الاحترام الشديد للشعب الإماراتي وللتجربة الإماراتية. تجربة يمكن أن يقتدي بها السوريون وينتجوا تجربة منافسة للتجربة الإماراتية، منافسة. غريب يعني مستوى الحجج. يا أستاذ أنت باحث، أنت كاتب شي مرة هيك، اجتهد على الحجة تكون حجة يعني في إلها سند قوي من التجارب والخبرات. ثلاثة، السبب الرابع اللي على أساس عما يطرحه الأستاذ مهند أنه يفند بها أصحاب الطرح الفيدرالي. يعني المحافظات الشرقية دير الزور والحسكة والرقة والتي تحتلها عصابات قسد، وأعلنت فيها الفيدرالية من جهة واحدة، تشكل 40% من مساحة سوريا، وفيها 80% من ثروات سوريا. وكانت تجربة قسد فيها من أسوأ التجارب التي الشعب آه، تجعل شعب المنطقة يكفر بهذه الفيدرالية التي همشت 100% من سكان دير الزور العرب، و95% من سكان الرقة العرب، ونحو 70% من سكان العرب في الحسكة. وعززت استبداد عصابة نهبت مقدرات المنطقة وحرمت باقي السوريين منها باسم الفيدرالية، بل وحرمت كل الشريحة الأكبر من الكرد السوريين منها، واقتصرت فقط على حزب العمال الكردستاني وسماسرته. فعن أي فيدرالية تتحدثون؟ يعني هلا إذا فندت هذا الطرح كلمة كلمة، جملة جملة، حرف حرف، راح تتهموني انه هذا بيدافع عن قسد، وهذا كمان مش صحيح. اولا يا استاذي الفاضل، المحافظات الشرقية دير الزور والحسكة والرقة التي تحتلها عصابات قسد، انا اطلب منك الان امام المشاهدين ان تبرز لي المقالات التي تنتقد فيها عصابات الجولاني لما كانت تحتل ادلب. اشوف نفسك الوطني العروبي الأصيل والديمقراطي اللي بيرفض جبهة النصرة في إدلب وسلوكيات جبهة النصرة، اللي أهل إدلب كانوا بيعملوا مظاهرات ضد السيد أحمد الشرع أبو محمد الجولاني سابقا. أبرز لي هذا النفس النقدي الحريص على سلامة أهل إدلب بوصفهم جزء من الشعب السوري، وإدلب بوصفها قطعة من الجغرافيا السورية. أبرز لي مقالاتك وبحوثك ودراساتك، يعني أتمنى أن أجد يعني هالمستوى ضد عصابات العمشات والعفشات والشغلات التي احتلت عفرين واستقوت بالتركي، مشان أتبين أنه بالفعل أنت شخص متوازن. أنا عندما أنتقدك وأنتقد آخرين، ولا واحد ممكن أن يزايد عليه فيما يتعلق بالانتقاد لقسد ولحزب العمال الكردستاني، ولا واحد. أنا أنتقد ومش بس العمال الكردستاني وقسد، حتى الأحزاب الأخرى. أنا أصلا متهم من قبل
القوميين الكرد على أنني بايع حالي ويعني وأشتري ويعني الأمان عند مهند القاطع وآخرين عند الائتلاف. وهذا كلام كمان كلام عاري عن الصحة. الآن أنت أثبت لي أنه نظام قسد قياسا بما هو موجود في عفرين وفيما هو موجود في إدلب بالفعل كان أسوأ من هالنظامين بمقالاتك الموثقة، مش الآن سابقا، لحتى يعني الواحد يعرف أنه بالفعل أنت شخص موضوعي وشخص يعني سوري 100%. وطنيته وديمقراطيته ما فيها انحياز جهة ضد جهة أو كذا والمسائل هي. عصابات قسد وأعلنت الفيدرالية من جانب واحد. عصابات قسد، ميليشيا قسد، تنظيم قسد، قوات سوريا الديمقراطية، صرف نظر عن الاسمية، أعلنت الفيدرالية وتراجعت. وعشرات وأطنان التصريحات المرئية والمقروءة بتقول إنه نحن ما بدنا فيدرالية. وفي اللقاءات الأخيرة كمان مع بين قسد والنظام الحالي في دمشق، أعتقد أكدوا ذلك إنه ما بدهم فيدرالية. أنت ليش يعني هم تتهمهم بتهمة هم براء منها؟ يعني الفيدرالية شرف لقسد. قسد لا تدعي هذا الشرف. أنت ليش تصفهم بشيء تمنحهم هذا الشرف؟ هم متبرئين منه ويحاربون، بيحاربوا الفيدرالية في كردستان العراق أكثر منك. بدهم يجيبوا الفيدرالية للمناطق. انت عن شو عم تحكي؟ نحن اللي بنعرف قسد شو كمان بيرجع للأرقام والإحصائيات اللي بيقول تشكل 40% من مساحة سوريا وفيها 80% من الثروات، وقسد فيها من أسوأ التجارب. أنا بدي يعني المهم، أنا ما بقول إنه هي تجربة جيدة، أبدا ما بقول إنه هي تجربة جيدة، لكن في ميزان المقاربات أنت لازم تبرز. لما بتقول أسوأ أنت لازم تبرز محاسن سلطة العمشات والحمزات والعفشات في عفرين. لازم تبرز محاسن سلطة محمد الجولاني في آه، في إدلب قبل أن يستلم السلطة في الشام. لازم تبرز السيء والأسوأ. لازم تبرز محاسن سلطة نظام بشار الأسد وسجون نظام بشار الأسد وكل ما عرف عن نظام قياسا بقسد. لما بتقول الأسوأ معناته أنت عندك أسانيد، عندك براهين، عامل مقارنات ما بين سلطات الأمر الواقع لحتى تقول أسوأ. شو كمان من أسوأ التجارب تجعل الشعب المنطقة يكفر بهذه الفيدرالية، وهي ليست فيدرالية طبعا أبدا. أبدا هي ليست فيدرالية وهن لا يدعون. وهمشت 100% من سكان دير الزور العرب و95% من سكان الرقة، ويرجع يحكي هدول العرب الموجودين في هاي من الرقة ومن الدير ومن الحسكة ومن عشيرة الشرابيين. يعني أنا بعرف ناس بعثية جيراني من الحسكة من الدرباسية، بعثيين ومن نفس العشيرة عشيرة الشرابيين، وكانوا موجودين ومستلمين المناصب في منطقة الدرباسية في سلطة الفيدرالية القسدية اللي حضرتك عمتها يعني تهاجمها وتصفها بما هي ليس فيه. وحرمت باقي السوريين منها باسم الفيدرالية، بل وحرمت الشريحة الأكبر من الكرد منها. أنا ما بدي هيك فيدرالية، مو فيدرالية، مو فيدرالية. أنا ما بدي هيك فيدرالية. واقتصرت فيها على حزب العمال الكردستاني وسماسرته. فعن أي فيدرالية تتحدثون وتبشرون؟ أنت عن أي فيدرالية تتحدث وتهاجم؟ أنت تهاجم شيئا وهما. أنت يعني تصف القسديين بالفيدراليين وتهاجمهم وهم براء من هذه التهمة. غريب
كيف تصدر هكذا خطاب ينضح ويطفح بالمغالطات للي بيتابعوك؟ وطبعا في اللي بيحبوا هيك طريقة في التعامل، شيطنة إلى الأبد، وشيطنة كيفما اتفق، وشيطنة يعني خبط عشواء دون سند، وهكذا. 4، السبب الأخير والرابع: إذا افترضنا جدلا أن الفيدرالية مطلب لجميع الكرد في المنطقة، فعلينا أن لا نهمل رأي باقي سكان هذه المكونات بشكل يشكلون 85% من سوريا، ويرفضون صراحة. يعني هاي ال 85% أنت بانيها على يعني إحصائيات. الآن يصار إلى الحديث عن إحصاء سكاني. هاي الأرقام اللي أنت عم تعطيها هي عبارة عن يقينيات مطلقة. مراكز بحوث ودراسات يعني أجرت مسحا ميدانيا في سوريا في وقت السلم. يعني على شو أنت بتستند في هاي الأرقام اللي بتطرحها، والنسب الكذا والنسب الكذا؟ اللي بيشوف تكرارك لهي تكرار 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 لهذه الأرقام يعني يتشكل لديه أنه ربما يكون الموضوع صحيحا. مش صحيح، مش صحيح. مش انه انا لا يوجد لدي، انت راح تقول لي انه طيب هل لديك ما يفند هذه الارقام؟ لا، ليس لدي. وانا كمان بامكاني اقول انه 85% الاكراد. هل لديك ما يفند؟ مسألة انه هاي الارقام مش مشكلة. 95. هلا الكردي يطرح تصوره الفيدرالي لسوريا المستقبل، لشرق الفرات، للنظام. يطرح تصوره. هو أنا لما بدي إجي أطرح تصوري بدي يجي ناقشك؟ أنا هذا هو تصوري. لكن أنا ما عم بركب راسي بقول راسي وقلب سيف أنه خلص هي وأنا لن أتزحزح. مش صحيح هذا الكلام، مش صحيح. أنت بترفض الفيدرالية. رفضك للفيدرالية لا يستند لا على أرضية صلبة، لا على إحصاءات دقيقة، لا على استفتاءات، لا على شيء. لا يستند على شيء يعني موضوعي ورزين وعلمي ومتجانس ويعني واحد يعني يا أخي، هشاشة هذا المنطق في الهجوم على الفيدرالية بيخلي المو فيدرالي كمان يتمسك بالفيدرالية، المتخوف من الفيدرالية كمان يتمسك بها. غريب يعني. ويرفضون صراحة هذه المطالب. ثم يعني هو بيقصد أنه 85% من سوريا يرفض الفيدرالية. هذا كلام يعني وكأنه أجرى استفتاء، أخضعت الفيدرالية للاستفتاء و85% قالوا لا. يا أخي أنت باحث. أنت عندما تطرح أرقام ينبغي أن تكون هذه الأرقام والإحصائيات والنسب يعني موثوقة من أطراف محايدة، من منظمات، من جمعيات. أنت بناء على ماذا تستند بتقول وأكثر من 85% من سوريا يعني رأي باقي سكان هذه المحافظات الذي يشكلون أكثر من 85% ويرفضون صراحة هذه المطالب؟ ثم حتى لو فرضنا أن جميع أبناء المنطقة طالبوا بالفيدرالية، إيه؟ فعلينا أن نفهم أن مثل هذه المطالب تتعلق بإرادة وقرار ورغبة كل الشعب السوري. طبعا، طبعا. بس إذا أهل السويدة طالبوا بإقليم أو بخصوصية ما تشيطنونا. إذا أهل الساحل طالبوا خصوصية ما تقولوا دويلة علوية وفلول ونظام ما بترجعوا، ينزلق بكم الحال للخطابات السابقة. ما تقولوا هيك. بيقول إذا افترضنا أبناء منطقة الحسكة كل أو المنطقة الشرقية طالبوا بإقليم فيدرالي، فالمناطق الأخرى، هل المناطق الأخرى ستحمل السلاح
ضدهم؟ لا طبعا، لا. وأنا أؤكد لك يعني ذلك. ستسألني على ماذا تستند؟ سأقول لك التاريخ السوري، المصلحة السورية، القلق والتخوف السوري من المستقبل، أنه يكون في شيء يضمن خصوصية هذه المكونات، وهو النظام اللامركزي، سواء كان فيدرالي أو مناطق حكم ذاتي. فعلينا أن نفهم أن هذه المطالب تتعلق بإرادة وقرار ورغبة كل الشعب السوري، وليس منطقة من المناطق. أنت اقبل من حيث المبدأ أنه ممكن لسوريا أن تكون فيدرالية، وهذا خطوة في الاتجاه الصحيح. أنت توقف عن شيطنة الفيدرالية بمعلومات مغلوطة وبإحصائيات مشتبه بها وبأرقام مشكوك في صحتها. توقف عن الموضوع وهدي لي حالك شوي في هذا الخصوص أستاذ مهند. ويعني توقف عن شيطنة الفيدرالية بشكل عام، والفيدراليين أو اللي بيطالبوا بالفيدرالية في سوريا، سواء كانوا كردا أو عربا من سويداء جبل العرب الأشم، أو عربا من الساحل السوري، أو من مناطق أخرى. توقف عن هذا الأمر. وقتها ممكن الناس أن تناقش الأمور بهدوء وبروية، وتدلي برأيها وصوتها على بينة، مش على معلومات مغلوطة وشيطنة. اركضوا شوي واحترموا الواقع الجغرافي. والله أنت اللي لازم تركض شوي، يعني ارقدوا يعني ارقدوا شوي واحترموا الواقع الجغرافي والديموغرافي. صدقا أنه هذا الكلام ينبغي يعني أن تلتزم به، ولا تنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. يا أستاذ مهند لقاطع، بدك أقول لك هذا الكلام؟ يعني ارقدوا شوي واحترموا الواقع الجغرافي والديموغرافي، ولنسعى لبناء سوريا لنا جميعا، وتأكدوا أننا لن نتنازل عن حقنا لحساب أي خرائط متخيلة ونزعات أحادية. تماما تماما. تأكد كمان يعني سوريا الجميلة التي نطمح إليها هي سوريا الاتحادية، هي سوريا خارج تصورك وخارج كل أساليب الشيطنة وهي المغالطات التي تسوقها للمواطن السوري. وكثيرين ينخدعون بهالخزعبلات وهالإحصائيات وهالأرقام المختلقة يعني. سوريا قوية بكل مكوناتها، بكل أبنائها، بكل الحريصين عليها بأن تكون دولة متقدمة، أن تكون دولة حديثة. وهذا الكلام السنوات القادمة، وهذا الفيديو كمان سيبقى موثق. يعني أنا آثرت أنه ما أكتب، يعني يكون حديث مباشر يعني. وسنرى يعني كيف المستقبل. هل لإعادة إنتاج دولة البعث بصيغة دينية، دولة البعث والأسد، أم لدولة سورية حديثة متطورة؟ أضعف الإيمان. ما نقول بلجيكا، ما نقول سويسرا، ما نقول ألمانيا، ما نقول فرنسا وبريطانيا وأمريكا، لا، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة فيدرالية عربية أصيلة، قدمت نموذجا. الآن المواطن البلجيكي إذا بده يروح يعمل سياحة بيروح على دبي، عنده حلم. أنا تحدثت مع الكثير من البلجيكيين، من الأصدقاء البلجيكيين، يحلمون أنه يزوروا دولة الإمارات. طبعا في مشاكل، في مساوئ، في كثير من الأمور التي يمكن أن نسجلها على الإمارات، على قطر، على السعودية. لكن المواطن السوري في يوم من الأيام وفي المستقبل يعني سيتجاوز تجربة الجولاني وتجربة مهند القاطع، أو طرح أو مفهوم أو تصور مهند القاطع لسوريا المستقبل.
اللي هو لا يعني ليس ببعيد جدا عن إعادة نظام دولة البعث المركزية. دولة ال يعني بهذا أنه والله العلويين كانوا بيحكمون، الآن السنة سيحكمون، أهل السنة والجماعة. ومن التصورات الدينية هذه التصورات تخلت عنها السعودية اللي حضرتك تعيش وتعمل فيها أستاذ مهند. وأنت ترى انه لا مستقبل للدولة الدينية، لا مستقبل للدولة المركزية، لا مستقبل للدولة العروبية بطبعتها البعثية، لا مستقبل. المستقبل للدولة المرنة، للدولة الاتحادية، للدولة التعددية التي تحترم الجغرافيا والديموغرافيا ولا تعبث بالأرقام والإحصائيات والأرقام. آمل أن يكون هذا خاتمة يعني رأيي فيما يتعلق بالرد على الأستاذ مهند القاطع وتصرفاته وتصوراته فيما يتعلق بالمزايدات الوطنية والقصصية وعملية شيطنة المطالب الكردية سواء كانت فيدرالية أو حكم ذاتي. مش بس هيك يعني، وأكثر من مستوى يعني الشعب الكردي، القضية الكردية، كل هذه المصطلحات والتوصيفات الموجودة في الخطاب السياسي أو الخطاب الثقافي يتنطع ابن المنطقة البار مهند القاطع للهجوم عليها، ويا ليته هجوم معزز بسند قويم فذ يعتد به. يا ريت يعني أنا كنت أتمنى أن يخرسني مهند القاطع بأسانيده وبراهينه وحججه وبيناته القويمة، لكن للأسف الشديد طلع يعني بهذا المنشور اللي فيه الكثير من المغالطات والمعلومات المغلوطة التي يصدرها لمتابعيه، واللي يعني ينصتون لهيك صوت. يعني أكتفي بهذا القدر على أمل الحديث في حديث آخر يهم السوريين، يهم مستقبل سوريا، كردا وعربا، مسيحيين ومسلمين، سريان وآثوريين، تركمان وشركس، وكل الطيف القومي والديني الثري الجميل لسوريا. دمتم بخير.